اللي ما جربش المقلوبة فايته كتير جدا، لان هي اكلة حلوة ومغذية وكلها في حلة واحدة كده، وخطيرة بجد. ان شاء الله مكوناتها هتبقى بسيطة. وهي اللي ما يعرفش، هي اكلة فلسطيني. بتتعمل بالفراخ او باللحمة، بس انا عاملاها المرة دي باللحمة. بنجيب اول حاجة البتنجان الرومي اللي هو الكبير ده، نغسله كويس وتقطعوه. عايزين تقشروه براحتكم، عايزين تسيبوه بقشرته يعني براحتكم. قطعوه تقطيع طولي كده علشان يتحط على جوانب الحلة، يبقى واخد الحلة كده كلها. خلصت تقطيع البتنجان، اديته رشة من الملح علشان ينزل ميته وما يشربش معايا زيت لما اجي اقليه. ولو عايزينه مشوي حلو برضو وكل حاجة، بس الوصفة الأصلية بتكون ببتنجان مقلي. قليت بقى البتنجان. ولو لحد دلوقتي لسه في حد ما اشتركش في القناة، ياريت يشترك ويفعل الجرس عشان تجيلكوا كل وصفاتي. نجهز بقى رز المقلوبة. معلقة سمنة كبيرة كده على النار مع معلقتين من الزيت، ننزل برز مصري مغسول حوالي نص كيلو. شوحت الرز ده كويس ونزلت عليه بالتوابل. والتابل الأساسي بقى عندنا هو القرنفل المطحون. عندي معلقة صغيرة من القرنفل المطحون، ومعلقة صغيرة 7 بهارات وزيها بهارات لحمة، ونص معلقة صغيرة من القرفة، وواحدة من اللومي. وعايزة اقول لكم كمان ان توابل المقلوبة اللي هي بالفراخ بتبقى مختلفة شوية عن توابل اللي هي مقلوبة اللحمة. شوحوا الرز كويس علشان يبقى مفلفل معاكم في المقلوبة. في كمان بيتحط معاها شوية خضروات كده بيعلوا التست بتاع المقلوبة. لا غنى عنهم برضو، حلوين قوي. ممكن تزودوا معاهم قرنبيط. بس انا بحب الخضار ده كده زي ما انتوا شايفينه بالتقطيعة دي. والبطاطس عندي هنا متشوحة في معلقتين زيت، واخدة تحميرة خفيفة. بجيب البصل الحلقات ده بحطه في الأرضية بتاعة الحلة علشان الحاجة يعني ما تتحرقش مني. وكمان البصل لما بيتكرمل بيبقى أحلى كتير. يعني في ناس بتعملها أصلا بيكرملوا البصل ده ويحطوه مع الرز. فأنا بحط حلقات البصل في الأرضية، منها يحمي الحلة إن هي ما تتحرقش أو تشيط مني من تحت الرز، ومنها كمان إن كرملة البصل بتدي طعم حلو قوي للمقلوبة. ممكن ترصوا معاها الطماطم برضو، بس أنا رصيت فوقيها اللحمة كده على طول عشان مش عايزة الطماطم تتحرق معايا. حطيت اللحمة فوق البصل، وبعد كده رصيت جوانب الحلة بالبتنجان. هو ده البتنجان اللي انا مقطعاه بالطول علشان ياخد معايا بطول الحلة كده على جوانب الحلة، يبقى مغطيها كلها. عايزة اقول لكم كمان اللحمة هنا مسلوقة سلق عادي خالص. بعد ما سلقتها وصفيتها كده من شوربتها، اديتها رشة توابل وبهارات من اللي انا حطاها اصلا مع الرز. رصوا بقى الخضار بتاعكم بالشكل اللي تحبوه. بس بين كل طبقة والتانية كده من الخضار تدوا تحطوا يعني معلقتين 3 من الرز، عشان الرز يبقى موجود في كل مكان. يعني ما تبقاش بس الحلة كلها خضار، لما نقلبها تبقى كلها خضار والرز مش باين. حطيت كمان حمص مسلوق برضو، حلو قوي مع المقلوبة وبيدي طعم حلو قوي. وبيدي طبعا قيمة غذائية، بيعلي حلو قوي الصراحة يعني. ما حاولوا ما تستغنوش عن الحمص المسلوق. خلاص رصيت الحلة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، وبدأت أسقيها بشوربة اللحمة، أو ممكن تحطوا لها مية بمكعب مرقة دجاج، براحتكم يعني اللي متوفر عندكم. ما تحطوش برضو شوربة كتير علشان الرز ما يعجنش معاكم، لأن هي معظمها خضروات. والخضار اصلا مستوي مش بيحتاج كمية الشوربة دي. فهزوا الحلة كده كل شوية علشان تتأكدوا من كمية الشوربة اللي انتوا حاطينها قد ايه، وعاملوها معاملة الرز، تغلي تشرب ميتها وتوطوا عليها خالص. سيبوها تهدى شوية وبعدين اقلبوها في طبق التقديم. بس انا استعجلت كده عليها وقلبتها فما كانتش مظبوطة قوي. عايزة اقول لكم اللحمة اللي فيها بتبقى دايبة جدا. هي اصلا مسلوقة اساسا حلو، وكمان مستوية مع الخضار ومع الرز، فبتطلع دايبة وشاربة من طعم الخضار والتوابل. فأتمنى تجربوها وإن شاء الله تعجبكم.
ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للوصفة، وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب إسراء غرس الدين، وتعملوا فولو لصفحتي على الفيسبوك مطبخ إسراء غرس الدين.